ايه اللي هيحصل لو انت كنت ظابط واتطلب منك انك تتوغل في عصابه معينه وفجاه لقيت نفسك جزء من العصابه دي ومش هتقدر تتراجع منها؟ ازيكم يا جماعه وعاملين ايه؟ واهلا بيكم في فيديو جديد. وحشني يا جماعه والله. بحاول اهو التزم بالفيديوهات عشان انا وقفت كتير جدا الفتره اللي فاتت، وقلنا بقى ايه نعوض ونشتغل بقى في فيديوهات اكتر عشان كلنا بقى ننبسط يعني، وحتى تزيد النعم يعني. النهارده هتكلم عن لعبه مختلفه ومميزه جدا بالنسبه لي، وليها معزه خاصه في قلبي، بحب العبها وبكررها كتير، وللاسف بحسها مهدور حقها في مصر، وهي لعبه سليبنج دوجز. بيتكلم عن العصابات الصينيه والنظام بتاعهم بيبقى شغال ازاي والطقوس بتاعهم وبتاع، كل ده هنعرفه في الفيديو النهارده. فلو انت مهتم بالحوار ده اعمل لايك واشترك في القناه لو انت لسه مش مشترك، ويلا بينا نبتدي القصه على طول. بس قبل ما نبدا في كام حاجه لازم تعرفها قبل ما نخش على القصه، وهي نظام المافيا عندهم عامله ازاي. طبعا انا هتكلم من جوه اللعبه عشان بس ما حدش يفتكر ان انا بتكلم عن العصابات الصينيه بجد. في العادي بتلاقي المافيا مثلا الايطاليه بتلاقيهم متقسمين فرق، بتبقى مكونه من الرئيس واللي تحته طبعا الضباط واللي تحته الجنود، دول بقى اللي بيعملوا العمليات وبيخاطروا بحياتهم، وعاملين طبعا الشبكه دي عشان الحكومه ما تعرفش تمسك عليهم حاجه، لان مش انا اللي بنفذ، دول الناس دول هم اللي بينفذوا، انا مالي انا. نفس النظام ده هتلاقيه موجود هنا برضو في اللعبه. العصابه مكونه من واحد اسمه راس التنين، واللي تحت منه ناس اسمهم الريد بولز، دول الناس اللي بيمسكوا مناطق في المدينه، اللي ماسك منطقه معاها مالها ليلي، اللي ماسك نادي معين، اللي ماسك النايت كلاب الفلاني، يعني متقسمه كده. وطبعا اللي تحت الريد بولز دول الجنود، تبقى متقسمه رجاله ريد بولز الفلاني وهكذا، كل ريد بول ليه رجالته. وطبعا دماغك ما تسوحكش وتفتكر ان هي ريد بول، لا هم اسمهم كده فعلا. فالمهم يا سيدي، في ضابط كان اسمه باندرو، يا ريت اكون بنطق الاسامي صح، برضه صححوا لي في التعليقات. المهم باندرو ده ضابط وعاوز يشيل حركه العصابه اللي هناك. يعني ايه؟ يعني يفكك العصابه، يمسك اعضاء مهمين في العصابه، الكلام ده يعني. ولكن كان عنده مشكله واحده بس، وهي ان لما بيبعت مخبر للعصابه دي، العصابه بتقفشه وبتقتله بابشع طريقه انت ممكن تتخيلها، طبعا عشان كارت ارهاب ان اي حد يخش العصابه يبقى مش منهم بتاع يقتلوه على طول. المهم باندرو زي كل ما بيبعت لهم مخبر بيقتلوه. طب ايه الحل؟ ايه الحل؟ وقع تحت ايده قضيه قديمه، والقضيه دي عباره عن واحد امريكي من اصل صيني قتل وعذب تاجر مخدرات. المهم باندرو حب يدور على الواد ده، لقى ان هو كان ساكن في الحي اللي فيها العصابه دي، فطبعا ده انسب شخص لمهمه التجسس، واحد منهم اكيد طبعا مش هشكوا فيه. هنفهم بعد كده ان هو ضابط اسمه وي شي. الحوار يا سيدي بدا بان هو كان ساكن في المكان اللي فيه العصابه ده، فواحد من العصابه استدرج اخته عشان تبقى مدمنه، فامها لما شافت الحوار ده قالت تنقلهم على امريكا، وبالفعل امها اهتمت بيها واديتها زي مصحه ان هي يعني تتعالج من موضوع الادمان، بس مفيش فايده، هي البت مدمنه لدرجه ان هي ماتت بسبب جرعه زياده من المخدرات. فمن ساعتها صاحبنا وي ده قفش من العصابه والتحق بالشرطه وبقى ظابط، وفي مره من المرات قبضوا على الشخص اللي كان بيدي اخته الهيروين، ومن هنا مسكوا وهتك تعذيب وما حلوه لغايه لما مات في ايده. بس هل ده كان كفايه بالنسبه لوي؟ لا طبعا، هو كاره العصابه لان هم كانوا السبب في موت. المهم تعالوا نرجع للحكايه الاصليه. باندرو عرف ان هو يجيب وي شين ده، وجند معاه واحد اسمه رايموند. وظيفته ايه؟ وظيفته انه يراقب هل هو شغال كويس ولا مش شغال كويس، يعني زي حلقه وصل بينهم. المهم نخش على اول مرحله في اللعب، وهي عباره عن ان انتوا كنتوا بتعملوا صفقه مخدرات والبوليس كبس عليكم، وعرفوا فعلا ان هم يقبضوا على وي شين ودخلوه الزنزانه عشان يقابل واحد اسمه جاكي ما. وجاكي ما ده صاحبه جدا من ايام الطفوله كده. المهم وي قال لجاكي انا عاوزك في حوار. قال له اصلا انا عاوز اخش في العصابه. فقال له يا اسطى وماله، ده انا حتى اعرف واحد من الريد بول كنت بعمل معاه عمليات واخد اللي فيه النصيب وخلاص، مع اني مش فرد من العصابه، بس انا كنت يعني بعمل كده بس ايه مصلحه يعني سبوب. المهم بعد كده جاكي عرف يدخله المقر بتاعه، وفي الطريق هيقول له على حاجه مهمه جدا، وهي ان الريد بولز كانوا في الاول صحاب، وطبعا عشان الاشغال والمصالح بتتصالح بقوا اعداء، بل كمان كان في ما بينهم صراع وصراع قوي على مين فيهم ياخد اماكن اكتر. المهم لما دخلوا المكان جم حد من العصابه كده حبوا يحتكوا بجاكي مان، ولكن وي عدمهم العافيه وفضل يضرب ويطحن فيهم. شوف ما هموش، ظابط برضه، ولا تقول للباشا تلميذ ولا الكلام ده. وهنفهم بعد كده ان دول كانوا رجاله شخص اسمه دوج اي، انا هحتاجه بعدين الشخص ده، بس خليك فاكر اسمه. المهم بعد الخناقه دخلوا هما الاثنين وقابلوا واحد اسمه وينس. جاكي بقى فضل يعرض في وي جامد، فضل يطبل له يقول له يا اسطى ده مش عارفه كذا، ده جامد جدا، ده ضرب قصدي اللي انا قلته ده ضرب رجاله يعني كتير بره ومش عارفه ايه، يعني جامد جدا وهيعجبك هيشرفك تمام. المهم وينستون حب ان هو يختبر وي، فقاموا رجالته حبوا ان هم يضربوا بقى ويرخموا عليه وبتاع، بس وقع عدمهم العافيه وضربهم كلهم. المهم اثناء الاختبار جم عليهم رجاله دوج ايز، ودوج ايز بنفسه جه عشان يعرف وينستون حاجه، عاوز يقسم وينستون في ارباح النايت كلاب اللي بتطلع كل شهر. فوينستون قام رد عليه وقال له ان الزعيم هو اللي وزع علينا المناطق دي، وما نخشش على شغل بعض لما. فمن بعد ما مشي
بالظبط وينستون استنتج بان رجالته موجودين دلوقتي في السوق ده اللي تبع منطقه وينستون اللي بيتكلم دلوقتي، فطلب من جاكي ووي بان هم يروحوا دلوقتي ويطردوا العيال اللي تبع دوج ايز دول. بالفعل هم الاثنين طيران على السوق وفضل يضربوهم وبتاع ومش عارف ايه وطردوهم من الشارع، بل كمان سيطروا على السوق من اول وجديد والبياعين بقوا تحت نفوذهم هم. المهم بعد كده في اليوم الثاني راحوا لوينستون ووينستون طلب منهم حاجه بان في واحد اسمه مينج، ومينج ده طلب مني ان هو يبيع مخدرات في منطقتي، بس بعد كده غدر بيا وبقى تبع الدوج ايز يعني بصراحه على بلاطه يعني. فانا عاوزك يا وي تجيب لي الواد ده، ولكن بعد ما يمسكه هيفضل يطحن ويضرب فيه هيلاقي البوليس في وشه وبالفعل هيتقبض عليه. المهم هيلاقي واحده محققه او ظابطه يعني اسمها تينج، وتينج دي عاوزه برضه توقع العصابه دي وعاوزه تمسكه. وفي ظل ما تينج كانت راسها في 1000 سيف ان هي تسجن وي، باندرو دخل عليها وقال لها لازم تفكيه حالا ومش عارفه ايه، هي كانت رافضه تماما يعني. فباندرو اضطر ان هو يقول لها على كل حاجه، ايوه ان هو ظابط وان هو في العصابه دي مخبر والجو ده. باندرو عرف يخليها تقتنع وعرف تفك ويشين، بس كان متضايق جدا وهو خايف وفضل يتريق على باندرو بيقول يعني في اتنين ما سمعوش بره ممكن تقول لهم على الحوار ده برضه يعني الموضوع ما بقاش سري، يلا بقى ما هي بقت ساونا. المهم بعدها بمراحل هنلاقي ان وينستون رق ويشين، وده بسبب انه كان في عمليات مع جاكي وبتاع وبيعملوا عمليات والارباح بقى بتتقسم بينهم بقى وبتاع والحصه الكبيره لوينستون والجو ده. وينستون بيقول لي وي انت هتترقى بس انت لازم تاخد الترقيه دي بنفسك. قال انت هتاخد منطقه، المنطقه دي فيها رجاله الدوج ايز مترشقه، فانت يا وي لو عرفت ان انت تعمل كده فالشارع ده بتاعك. فالعمليه كانت شغاله بص زي السكينه في الحلاوه، بس في واحد من رجاله وينستون شك في وي، وهو انه لاحظ بان وي ما بيقتلش حد. لما كان يشوف حد كان بيضربه بس يعني او كان بيسلمه او بيخليه يمشي، ما كانش بيموته ما كانش بيقتله، وده اللي اثار الشكوك ليه. ولما ساله قال له انت ما بتقتلش ليه؟ قال يعني ان المهمه مش مستاهله اللي احنا نموت حد، فجو السلميه دي مش موجوده في عالم العصابات والاجرام يعني. فالواد اللي كان شاكك فيه قال له وي انت بتفكرني بمخبر كان برضه معانا في العصابه وبيعرف يضرب كويس جدا بس برضه ما بيقتلش حد، فانت بتفكرني بيه، وطلع في الاخر ظابط وقتلناه وعذبناه. فوي بيقول له لا انا مش عاوز الريد بولز يقطعوا في بعض ومش عارفه ايه ومش عاوزين حرب عصابات، طبعا الكلام ده مش صحيح، هو بس بيقول كده عشان بيليس الدنيا. المهم من بعد الشكوك اللي حصلت للواد ده وي هيقابل الشرطيه دي تاني وهيقول لها مش انت عاوزه تجيب المورد والموزع بتاع المخدرات؟ هتقول له اه. قلت لها ماشي يبقى احنا كده نحط ايدينا في ايدين بعض ونتعاون عشان انا استفيد وانت تستفيد. المهم الخطه هتتم كالاتي، ان وي هيروح لمينج ده قال له انت يا اسطى انت قاعد كده ليه يا اسطى وبتاع هز طولك كده وبيع مخدرات يا عم. فمينج قال له والله انا الموزع مش راضي يديني بضاعه يا عم ابيعه والكلام ده. فوي راح للموزع فعلا وقال له، هو بيقول للموزع انت في منطقتي ومش عارفه ايه وبتاع ويدي المينج بضاعه يبيع عشان انت يعني ايه انت تحت المنطقه بتاعتنا يعني باختصار. فالموزع بيقول له والله ماشي ممكن اعمل كده بس على شرط انك تعمل لي بعض المهمات يعني. وبالفعل وي هيعمل المهمات دي ويرجع له، وفي ظل ما هو كان مع الموزع لقى المورد بتاع المخدرات اللي بره المدينه اللي البنت الشرطيه دي عاوزه تقبض عليه. فالمهم فجاه من النور كده هيحصل كبسه على المكان وهيحاولوا ان هم يقبضوا على وي، مش وي بالتحديد بس هيقبضوا على اي حد في المكان يعني. فانت مهمتك انك تهرب من البوليس وفي نفس الوقت تحاول تجيب الواد ده. المهم بعد الحوار ده وي هيروح لمينج وهيديله البضاعه، وبعديها بيوم هيكلم الشرطيه دي هيقول لها على المكان المورد ده، وبالفعل راحوا وكبسوا عليه. طب تمام احنا كده قبضنا على المورد فاضل الموزع، بس قبل ما يروح يراقب الموزع راح لرايموند الاول. فوي هيقول لي يا اسطى العصابه شاكه فيا ولو فضلت على الحال ده بص هيجيبوني في شوال. رايموند بيقول له ما تتصرفش تصرف غبي، عاوزين العمليه تعدي على خير ومش عارف ايه فما تعملش مشاكل. فقال له يا اسطى ما انا لازم اعمل مشاكل ما انا في عصابه وبرضه مش عاوزهم يشكوا فيا، فانا لو في حاجه هتحصل هكه ولا هكه هستغنى عن مبادئي عادي يعني. المهم وي راح يقابل الموزع لغايه لما لقاه هو وناس كده تبعه بس كانت تبع عصابه مختلفه يعني عشان يستنوا الشحن. طبعا وي لما شاف الحوار ده فضل تك صورهم زي ما كان بيراقبهم. الموزع ده قتل شخص خد منه المخدرات وهرب. طبعا وي ايه راح ريكورد الحته دي ووب دبل كيك بعت لها لتينج كل الصور والريكوردات والحاجات دي كلها، والموزع اتعكش في الاخر. المهم وي لما رجع للعصابه بتاع وينستون فاعضاء العصابه بصراحه كانوا متضايقين ده لان الموزع بتاعهم اتقبض عليه، فمعنى كده ان في خيانه بيننا، وكلهم بصراحه بلا استثناء شاكين في وي. فاثناء ما كانوا عاملين عليه كماشه وخلاص وينستون كان رافع عليه السلاح كان خلاص هيموته، فوي قال لهم وسالهم طالما الموزع والمورد اتقبض عليهم يبقى مينج ازاي جاب المخدرات؟ بيتكلم على البضاعه بتاعه المخدرات اللي وي اداها لمينج. فطبعا حركه ذكيه جدا في ان هو بيشكك ان مينج ده ممكن يكون تبع دوج ايز ففتن عليهم في الجو ده. فمينج كان لسه هيشرح وكان هيقول يا اسطى ده انا مش عارفه كذا، فقام وينستون ممس عليه بطلقه في دماغه. المهم تعدي الايام وغيروا المقر بتاعهم بدل الحته اللي هو المطبخ اللي هم كانوا قاعدين فيه ده اللي هي بتاعت امه، وينستون كان كل مدى بيثق في وي. المهم في يوم من الايام
الايام دوج ايز عملوا حركه استندال جامد جدا. وينستون قام مكلم وي وقال له بقول لك ايه، انا عاوزك في حوار. قال له ايه يا كبير، رسينا على الحوار. قال له بقول لك ايه، انا رجاله الدوج ايز دخلوا المقر بتاعنا القديم وقتلوا 2 من الرجاله، فانا عاوز منكم تولعوا في المطبخ او تولعوا في المعمل يعني اللي هم اللي بيصنعوا فيه المخدرات وكده، وتجيبوا لي واحد اسمه سيوا، مش سيوا بتاعتنا في مصر، لا اسمه سيوا. المهم وي بيقول له طب انا عندي اقتراح احلى، احنا ممكن نولع في المعمل بس في نفس الوقت ناخد الواد سيوا ده ويبقى بتاعنا احنا، هو اللي بيعمل لنا المخدرات، وندي للزعيم بتاعنا حصه كبيره عشان يبقى مبسوط وما يتضايقش خالص من حوار اللي احنا ولعنا في المعمل بتاعت الدوج اي. وينستون اقتنع بالفكره وقال له طب يلا بينا. المهم فعلا راح للمعمل وفضل يضرب في الرجاله بتوعت الدوج ايز لغايه لما لقى الواد سيوا ده، وهم خارجين اتفاجئوا بالبوليس، وفجاه من النوير كده المعمل تنفجر انفجار رهيب، وفي ظل الحريقه الواد هرب. وشين لما اكتشف كده قام طيران عليه وعرف بالفعل ان هو يمسكه في الاخر، وقام مسلمها لوينستون زي ما هو كان مرتب بالظبط. بعد العمليه وينستون يجي له مكالمه من العم بو. طب مين العم بو ده؟ ده راس التنين، هو ده الزعيم. بيكلمه وبيقول له بقول لك ايه، انا عاوزك في حوار، انا سمعت ان المعمل بتاع الدوج ايز ولع وايه وعاوزينك ايه بس ايه نشوف الحوار ده. فطبعا وينستون كان بيتكلم وهو مرعوش وخايف، افتكر ان العم بو ده خلاص هرش الحوار وهيقتل وينستون ده عشان ما التزمش بمكانه. زي ما انا قلت لكم الريد بولز دول ليهم اماكن ما ينفعش حد ايه يتخطاها. وفي ظل ما هم في العربيه وينستون قال له انا عاوز اقول لك حاجه مهمه جدا، لو حصل لي اي حاجه فانت النائب بتاعي، يعني انت اللي تمسك العصابه من بعد. خلاص كان مسستم نفسه ان هو هيموت النهارده. المهم العم ابو ده قال له انا سمعت ان انت عملت كذا وعملت كذا، واللي انت بعت واحد اسمه وي وولعت في المعمل والجو ده. وينستون قال له حصل. فالمهم العم ابو طلب من وي ان هو يعمل مهمه معينه يعني وكده، يعني سيبنا لوحدين. وطبعا وي لما كان خارج من الاوضه افتكر ان خلاص يعني وينستون هو ميت، وكان خايف عليه فعلا. بعد ما هيخلص المهمه دي هيجي له مكالمه من وينستون وهيقول له يا اسطى انا عايش وبتاع والحمد لله. يعني باختصار علاقه وينستون بوي بقت قويه جدا الفتره دي، لانه حرفيا انقذه من الموت لدرجه انه عزمه على الفرح، مناسبه كلها سعاده اهو، بعيدا بقى عن جو الاجرام والعصابات دي. انا زهقت. وهيتفاجئوا كمان بان العم بو راح الفرح. فقام وينستون راح مميل على وي قال له بقول لك ايه، انا ما كنتش عامل حسابي بان العم بو هيجي، ففي مشروب هو بيحبه قوي، المشروب ده في العربيه بتاعتي، فانت روح يا وي هات لي المشروب ده وتعال. ففي ظل ما هو كان رايح يجيب المشروب ولسه هيجي سمع صوت ضرب نار، رمى اللي في ايده طيران على القاعه، هيلاقي البيبان كلها مقفوله، فهيلاقي شباك مفتوح هيخش فيه، هيلاقي ان الطاقم اللي موجود في الفرح طلع كل دول جواسيس وكل دول من اعضاء عصابه منافقه. انت طبعا شاكك في الدوج ايز صح؟ بس ثواني بالفعل هيفضل يعافر ويضرب في العصابه على قد ما يقدر لغايه لما هيلاقي وينستون ومراته واقعين على الارض بص سايحين في دمهم. فمن هنا اتولد عنده حقد وشر، وحس فعلا ان هو ممكن بص يكسر الدنيا، لان فعلا وينستون كان بالنسبه له شخص كويس وتعلق بيه، لغايه لما يشوف حد من عندهم قتل الحارس بتاع الزعيم بو واصابه في كتفه كمان. فانت كل اللي عليك انك لازم تجري تلحق الزعيم. عرف فعلا انه هرب الزعيم ده لبره خالص ووداه للمستشفى. المهم من بعد مذبحه القلعه اللي حصلت ريموند طلب من وي ان هو يقابله ضروري، وده لانه لاحظ ان وي اتغير تماما، ما بقاش ظابط، ده بقى واحد من العصابه. المهم الحوار خلص على ان ريموند كان بيقول لوي ان مهمتك خلاص خلصت، وان وينستون مات، واديتنا معلومات كفايه عن العصابه، فخلاص مهمتك خلصت. وي بيقول له هو انت يعني كنت بجندني عشان اجيب وينستون بس؟ ده انا عارف اوصل لزعيم العصابه نفسه اللي هو بو، وقريب هتلاقيني ريد بول وماسك منطقه، وما اظنش ان الانجاز ده حد عمله قبل كده، فاسف يا حضره الظابط، مش هقدر اسيب كل ده ورا ظهري واقف وانا في نص السكه. المهم وي راح للعصابه قابل بقى جاكي ورجاله وينستون، وكانوا بيتكلموا مع بعض شويه لغايه لما جه عليهم واحد هنكتشف بعد كده ان هو من طرف بيج سمايل، وقال لهم انا الزعيم الجديد في العصابه دي. وي بقى كان مخنوق على اخر، فوي قام رافع السلاح على وشه وقال له امشي من هنا ما اشوفش وشك تاني، وقول بقى للي بعتك ان اي حد هيجي هنا هقطع رجله خالص. طبعا الواد جاب ورا ومشي. طبعا من بعد الحركه دي هيسمع ان بيج سمايلي بعت رجالته للمقر بتاعهم اللي هو الديسك، فوي هيقوم عامل معاهم الواجب، اي حد هيشوفه من رجاله بيج سمايلي بص هيتشرف، وحرب العصابات دي هتستمر لفتره طويله بينهم. وفي وسط ما كان في مطارده كده عشان يجيب الواد ده العربيه اتقلبت بيهم، بس عرف انه يجيبه في الاخر. بس في حاجه شتتت نظر وي خلت الواد يهرب منه بسهوله، فالواد عرف يفلعص منه، وكان لسه هيجري عليه لقى البوليس عمل كبسه في المكان، فاضطر صاحبنا وي ان هو يهرب من البوليس. وسط ما هو بيجري لقى عربيه سودا مستنياه، وي دخل العربيه لقى جنبيه مين؟ واحده اسمها جيانج، دي ريد بول في العصابه ماسكه منطقه في المدينه وكده. قالت له انا سمعت عنك كتير وبصراحه بقى انت عجبتني، بس خليك فاكر ان انا انقذت حياتك دلوقتي، لانك باختصار مش هتقدر على رجاله بيج سمايل الا في حاله واحده بس، لو تعاونت معايا اضمن لك انه هو مش هيعمل لك حاجه. المهم بعديها وي يقابل وينس وقال لها يا حاجه لو انت عاوزه اي حاجه اعتبريني ابنك التاني، ثم كمان انا عرفت شكل واحد من اللي قتلوا وينستون، هحاول انخور وراه لغايه لما اجيبه تحت رجليك. وبالفعل وي مسك الواد في الاخر وجابه تحت
تحت رجليها حرفيا. المهم الام دخلت بالسطور وحبت ان هي تتعامل معاه بس بطريقه خاصه. المهم من بعد المدعكه دي هتكلم وي وتقول له تعرف الترابيزه دي اللي كان بياكل عليها سامي. هنفهم بعد كده ان سامي ده هو دوج ايز، فطلبت من وي ان هو يجيب دوج ايز، وده لانها اكتشفت بان الناس اللي في القصر اللي كانوا بيحاولوا يقتلوا بو وقتلوا طبعا وينستون كان من رجاله الدوج ايز، فانت جيبهولي وانا هتعامل معاه. هيفضل فعلا وي يدور عليه ويتطقص عليه لغايه لما هيجيبه في الاخر. ولازم تعرف حاجه، وي كان مغلول من دوج ايز عشان حاجتين، الحاجه الاولانيه ان هو قتل وينستون، الحاجه الثانيه بان هو الشخص اللي استدرجه وخلاها تدمن. وهنفهم برضو بان دوج ايز ده مبعوث من بيج سمايلي، يعني بيج سمايلي بعت دوج ايز عشان يقتل وينستون ويستحوذ على كل المناطق اللي كان مسؤول عنها عشان طبعا يوسع من نفوذه وهيرمي الدوج ايز ده. عشان كده ساعه الفرح الدوج ايز جاب رجاله او مرتزقه يعني من بره عشان يقتحموا ويقتلوا وينستون، وفي نفس الوقت هم مش رجاله الدوج ايز، يعني بيبرأ نفسه وما يحسسوش ان الحاجه من طرف. وفي وسط الحوار ما بينهم هيقول حاجه مستفزه جدا لوي، هيقول له انت متعصب ليه؟ ده الحوار كله بيزنس يعني. فوي طبعا هيتعفرت عليه اكتر، اللي هو انت بتقول ايه يعني؟ انت قتلت وينستون ومضيع اختي عشان تقول لي بيزنس؟ المهم وي هيجيب الدوج ايز تحت رجلين ام وينستون وهتقول له يا زمان انت كنت بتقعد على الترابيزه دي وكنت باكلك، انا بقى المره دي هاكلك. هنشوف ان هي بتحاول تاكله لحم الراجل او الواد اللي وي مس المره اللي فاتت. فطبعا دوج ايز بيصرخ وبتاع والحقوني ومش عارف ايه، انا ماليش دعوه. فوي رد عليه نفس الرد المستفز اللي قاله، ان كل ده بيزنس، انت ايه اللي مزعلك؟ من الاحداث اللي حصلت برضه بان هم قابلوا الزعيم بو، وكان بيفكر يعين اي حد من الريد بولز يبقى النائب بتاعه بعد كده، يبقى راس التنين. وبعد كده راح لصاحبه جاكي وعينه من ضمن العصابه، لان جاكي ما اللي هو صاحبه ما كانش من العصابه، ما كانش عضو من اعضاء العصابه، هو كان معاهم كده يعني. وفجاه رايموند قال له انا سعيد جدا بانك عايش دور عضو من اعضاء العصابه وانك تعمقت جدا وجبت اخر الحوار ده واديتنا معلومات بما فيه الكفايه عن العصابه والنظام عامل ازاي هناك والجو ده. رايموند قال له باندرو بيدور على واحد اسمه سوني، ووي شين بقى ريد بول. رايموند طلب من وي انه يسلم لهم جاكي ما عشان عنده معلومات هتحتاجنا ان احنا نوصل للراجل ده. فوي قال له يعني من بين كل افراد العصابه ما لقيتش غير جاكي ما اللي هو صاحبي؟ ده ازاي؟ ده هو اللي دخلني العصابه اصلا. رايموند قال ملناش وخلاص، انت يعني بقى وزنك كبير قوي في العصابه، انت مش هتحتاج جاكي ما ده. وقال له ما تنساش انت ظابط وجاكي ده مجرم، اوعى تنسى الكلام ده. وقبل ما يمشي قال له الكلام ده مش هيحصل وشتمه ومشي. فالمهم جاله مكالمه من جاكي وقال له بقول لك ايه، انا عندي مصلحه في عصابه اسمهم ال 18 كي، دول عندهم زي شاحنات فيها بضاعه وبتاع وايه ممكن نكسب منها ويبقى لهم عيش حلو. بالفعل هياخد جاكي تحت باطه وهيروحوا فعلا يعملوا العمليه دي لغايه لما فجاه لقوا اتنين، واحد سايق العربيه والتاني زق وي ودخل جاكي جوه وقفل الباب. طبعا وي طيران عليهم عشان عاوز يلحق جاكي اللي ممكن يموت في اي وقت، وبالفعل يقدر ينقذ جاكي وقال له لا مش هسيبك تاني ابدا واللي انت اهم عضو عندي في العصابه. طبعا هو عشان جاكي ده صاحبه وخايف عليه فعلا. وهم مروحين البوليس كبس عليهم، بس ما كبس على وي، كبس على جاكي بس عشان زي ما هم مش عارفين يجيبوه بالذوق هيجيبوه بالعافيه. المهم بعدها يجي مكالمه من وي يعرف من خلالها بان عصابه ال 18 كي اقتحموا المستشفى اللي فيها العم بو، ايوه زعيم العصابه، وحالفين انه ما يقومش تاني. وي لما عرف الحوار ده خد ديله في اسنانه وراح على المستشفى على طول عشان طبعا يلحق راس التنين. فضل ها يضرب فيهم ودول عصابه ولا تبع الدوج ايز ولا هم تبع البيج سمايلي، هم يعني عصابه مستقله كده. وفي وسط المعركه اللي دايره دي هيلاقي ان النور قطع، ومعنى كده ان الاجهزه فصل وزعيم العصابه عايش على الاجهزه، يعني هو كده يعتبر خلاص على حافه الموت، فانت لازم تشغل الكهرباء تاني في المستشفى. فضل يضرب فيهم لغايه لما عرف مكان المولد وشغل وفي وسط ما هم خارجين من المستشفى لقى البوليس محاصر المستشفى من بره، بس عرفوا يهربوا بنجاح يعني. طبعا اللي معاه كان مستغرب وكان بيقول لوي بان اللي حصل ده مش طبيعي، ازاي عرفوا مكان زعيم العصابه؟ يبقى معنى كده ان في ريد بول خاين. المهم في مره وي عرف يوصل لسوني فعلا وقدر ان هو يجمع دلائل لا باس بها، وراح باندرو قال له فين الدلائل؟ فقام رادد عليه ويشين قال له طب وفين جاكي؟ انا عاوز برضه اخرجه من السجن، خرجهولي من السجن. باندرو قال له هيخرج ما تقلقش، وفعلا اداله الدلائل. من بعد ما هيطلع من عنده هيجي له مكالمه من جيانج هتقول له ان العم بو مات، مات ولازم وي تحضر الجنازه. قبل الجنازه فعلا جاكي هيخرج من السجن وهما الاثنين يروحوا الجنازه مع بعض، وكل الريد بولز كانوا حاضرين الجنازه. وفي ظل ما هم متاثرين بقى بالجنازه وبتاع اتفاجئوا بان عصابه ال 80 كي وراهم بالظبط ومستنيين اشاره واحده عشان يقتلوا كل الريد بولز مره واحده كده. كانوا لسه هيهقوا باندرو ظهر، مش عشان يفك الخناقه اللي هتحصل والمجزره والعركه اللي هتحصل دي، لا ده هو بس هيقبض على سوني وهيمشي. ايه ده بس هو ده اللي عمله؟ هو ده اللي عمله. والعصابه فعلا هجمت على الريد بول. المهم بعد المعركه الريد بولز هيجتمعوا مع بعض وهيقولوا احنا لازم دلوقتي نشوف حل ان احنا نختار مين فينا هيبقى راس التنين، عشان النائب بتاعه اللي اسمه توشين مريض بالهلوسه. بيجي سمايل اتنفض كده وقال ما باني اقوى واحد فيكم انا استحق ان انا ابقى راس التنين. قال له لا مش بالسهوله دي، لازم تصويت على مين فينا هيبقى الزعيم الجديد، وده تقاليد
العصابه يا صاحبي لازم نلتزم بيها. المهم من بعد الحوار ده وهيعرف ان في هجوم شرس على المقر القديم لوينستون من رجاله البيج سمايل، والمرحله دي يا جدعان انا كفرت فيها، مرحله صعبه وتعبتني بصراحه. المهم بعد المدعكه هيقابل ريموند ويقول له انت كده يا وي تعديت حدودك، افراد العصابه بتدور عليك وعامل حروب في الشارع ومحول المدينه لفوضى. وفعلا هو ما تحولش لظابط، بيتنصت بس على العصابه وبيعرف معلوماتهم لواحد بيعمل مجازر في الشارع، هو بقى اخطر من العصابه ذات نفسها. فريموند بيقول بص الخلاصه انت لازم توقف كل ده والمهمه تنتهي لحد هنا، لو رفضت انت كده كانك انفصلت من المهنه بتاعتك وهنتصرف معاك تصرف تاني. وسط الكلام يجي له مكالمه من جاكي ويقوم رادد يسمع صوت غريب من واحد بيقول جاكي معانا وقابلنا في المكان الفلاني ولوحدك والجو ده، وقفل في وش السكه. المهم فعلا هيروح للمكان ده وبعد ضرب كتير هيلاقي الواد اللي اتصل بيه، قال له انت يالا ومش عارف ايه وبتاع ومين اللي بعتك، قال له والله انا مش عارف، ده هم قالوا لي ان انا اتصل بيك انا بس بتبع الاوامر، بس انا سمعت ان هو هيبقى في الجزيره الفلانيه. فوي قام خد لانش وراح على طول على الجزيره دي، وهيتفاجئ ان جاكي موجود في تابوت وطلعوا منها عادي. طبعا جاكي مصدوم من اللي شافه، يعني واحد شاف الموت بعينيه دفن حي، يعني عاوز ايه تاني؟ وبيسال جاكي قال له يا اسطى مين اللي خطفوه؟ فقام رادد عليه وقال له اللي خطفوني يا صاحبي من رجاله بيج سمايلي، انا متاكد من كده، والرجاله دي سلمتني لعصابه ال18 كي، يبقى معنى كده ان في علاقه بين رجاله بيج سمايلي وبين ال18 كي. فوي قال له طب تعالى يا جاكي معايا نقول الكلام ده للريد بولز عشان نطير بيج سمايلي ده خالص. جاكي اتكلم وهو مستاء وحزين، قال له بص انا زهقت من جو العصابات ده، سيبني في حالي، وقام سايبه وماشي. المهم بعدها بيومين بالظبط وي رايح عشان يقابل جاكي، لقى متشعلق وعليه اثار تعذيب وهو ميت، لسه هيتصدم لقى واحد خبطه من ورا، فتح عينيه لقى ناس غريبه، ولقى راجل داخل عليه وقال له ازيك يا شين، ولا احب اقول لك يا سياده الرائد شين. عرف ان هو ظابط، وهنكتشف بعد كده ان هو تونج شغلته ان هو يجيب المخبرين من جوه اعضاء العصابه، وهنكتشف بعد كده ان هو عذب جاكي على امل ان هو يعترف على وي بان هو ظابط، بس فضل متعذب وما باعش صاحبه ابدا. المهم تونج ده فضل يعذبه كتير جدا لغايه لما اغمى عليه من كتر التعذيب، فطبعا سابه وقال للحراس لو صحي قولوا لي عشان يكمل الشوط التاني. المهم بعد كده يصحى ويفضل يزحف وهو بص متعذب لغايه لما يعرف يفك نفسه، واي حد يقابله من الحراس يضربه. المهم بعد ما خلص على الحراس ولسه هيمشي لقى تونج ده في وشه وقال له هو انت فاكر ايه؟ هو انت فاكر يعني ان انا هنبهر بيك وانت بتلعب مع العيال الصغيره؟ طب تعالى بقى نلعب مع الكبار. ومسك زي ساطور ولا سنجه كبيره كده وفضل يحارب بيه وحلف لا يفلقه نصين. المهم وي عرف في الاخر ان هو يغزه وسابه مرمي على الارض ومشي، وقبل ما يمشي خد الموبايل بتاعه وفضل يتصفح في الرسائل كده، لقى ان هو كان متفق مع بيج سمايلي بان هم يقتلوا جيانج، وقال له قابلني في المكان الفلاني الساعه الفلانيه. قال له طب تعالى بقى انا اللي هجيلك بنفسي. وفعلا يوصل ويفضل يضرب في رجاله بيج سمايل لغايه لما حاول انه يهرب ويلحقه في اخر لحظه عشان اللانش تلبس في بنزينه. فيقوم بيج سمايل طالع من البحر وشايف وي طبعا بيفرفر قدامه، وقال له هتعمل ايه يا برو؟ هتعمل ايه يا برو لو انا قلت لك ان باندرو اللي رئيسك وزعيمك يقصد طبعا على باندرو سلمك تسليم اهالي وفضحك وقال عليك ان انت مخبر بتتجسس على عصابه، يعني هو سلمك. فضلوا يضربوا بعض والحرب دايره بينهم هما الاثنين لغايه لما وي يعرف انه يقتل بيج سمايلي في الاخر. والمهم زي اي فيلم مصري البوليس بيجي في الاخر ويكلم رايموند ويقول ان باندرو سلمني تسليم اهالي وقال عليا ان انا ظابط والكلام ده وكنت هموت. رايموند قال له وفر الكلام ده لان باندرو اترقى من بعد ما قبض على سوني ساعه الجنازه لو تفتكر، فهو بقى حته كبيره يعني في البلد، فمحدش هيصدقك يا وي. المهم وي شين هيقعد 3 ايام زي موقوف عن العمل لغايه لما يرجع تاني، وهيجي له رساله من جيان وبتقول ان الرساله دي للظابط وي شين، يعني هي كانت عارفه من الاول انه ظابط. الاف الظرف ده فلاشه، الفلاشه دي عليها اسمع بقى دي باندرو راح المستشفى قعد يتكلم مع العم بو وخد منه معلومات كتيره وفي الاخر حقن حقنه هوا ومشي، يعني هو اللي موت زعيم العصابه. المهم وي هيسلم الفيديو ده للشرطه والحكومه هناك وباندرو هيتسجن. وي داخل عليه بقى قبل السجن قال له ان المجرمين كلهم اللي موجودين في الزنزانه متوصيين حبايبك قوي مستنيين بس اللي انت تخش الزنزانه. ليه بقى؟ لان الناس اللي في الزنزانه هم الناس اللي بيدوروا على مين اللي قتل العم بو، وطبعا الفيديو انتشر فكده هيعرفوا مين اللي قتل. طبعا باندرو اتحايل عليه وقال له انا هموت، انا كده خلاص انت كده بتحكم عليا حكم اعدام، وقام سابه ومشي. بعدها وي هيقابل تينج وهيقول لها انا خلاص انا يعني هكمل حياتي هنا في المدينه. فتينج قالت له يعني انت هتكمل حياتك هنا كظابط ولا كفرد عصابه؟ ما ردش عليها ومشي. هنكتشف بعد كده ان جيانج مراقباه من بعيد، وطبعا اللي معاها قال لها انت مش قلقانه من وي شين ده؟ قالت له على فكره مخنق، وما جابش سيرتي في التحقيقات ولا
ولا قال عني اي حاجه، فهنستفيد منه وهنعرف بعد كده ان جيانج هي اللي بقت راس التنين بعد كده. وبكده خلصت قصه سليبنج دوجز. الفيديو طويل انا عارف، القصه كانت يعني مليانه، بس معلش قلت برضه نعوض الغياب ده كله ان انا اعمل لكم فيديو طويل. واكتبوا لي تحت في التعليقات لو عاوزين اي قصه لعبه، اكتبوها لي تحت وانا ممكن اعمل عليها فيديو المره الجايه او كده، اعمل عليها ملخص. ولو عجبك الفيديو اعمل لايك، ولو انت لسه مش مشترك معايا في القناه اشترك معايا في القناه. شكرا جدا جدا ليكم على المتابعه، سلام عليكم.